ازيكم يا احلى متابعين في الكوكب، يا رب تكونوا بخير. من وحي جلسه كوتشنج وثيرابي. كان معايا كلاينت النهارده، كنا بنتكلم في نقطه مهمه جدا، وان من اهم واكتر اسباب اللي بتعمل انكزايتي هو الصوت اللي بيتردد جوانا، اللي دايما بينتقدنا من جوه. يعني انك دايما تقولي لنفسك انك وحشه في كذا ووحشه في كذا، وصاحيه نايمه بتقعدي تعددي في الحاجات الوحشه، الصفات الوحشه اللي فيكي، وكمان بتقعدي تشوفي دايما الحاجات اللي انت مقصره فيها وتكبريها قوي قوي قوي. كلنا مقصرين في حاجات، مفيش حد بيرفكت في كل حاجه في الحياه. فالفرق ما بين ان انا ممكن اكون بشوف الحته اللي انا مقصره فيها، انا ممكن انا قادره يا اما اشوفها هي قد كده، ولا بشوفها حاجه ضخمه قد كده واكبر مني. فانا لو كل يوم بركز على الحته اللي انا مقصره فيها وبكبرها وبكبرها وبقعد انتقد نفسي بسببها، هشوف نفسي ان انا انسانه سيئه جدا، فاشله، مش بتقدم في حياتي. ليه؟ لان انا ممكن اكون الحته اللي انا مقصره فيها صغيره، بس انا نظرتي بتقعد تكبرها. فانا طول ما انا بقعد انتقد نفسي، انا كده قاعده بعمل سيلف سابوتاج لنفسي، قاعده بعمل تدمير ذاتي، وعمري ما هبقى في علاقه جيده مع نفسي طول ما الصوت دوت صوته عالي، صوت اللي هو بينتقدني باستمرار وبيكبر الحتت اللي انا مش كويسه فيها. علشان ابتدي ابني علاقه صحيه وسليمه وابقى صاحبه نفسي وابقى حنينه على نفسي في التعامل، مهم قوي ان انا ابتدي اكتب الصوت ده بيقول لي ايه باستمرار. انا وحشه في كذا، انا وحشه في كذا. فلازم يبقى فيه جورنالينج يوميا، الجمل اللي هي بتتعبني نفسيا بقولها لنفسي جوه دماغي. او لو حتى ما قدرتيش تعملي الموضوع دوت يوميا، ان شاء الله مره في الاسبوع تقعدي مع نفسك تكتبي كل الجمل اللي هي بتقوليها لنفسك، بتكسر من ثقتك بنفسك، بتكسر من تقديرك لذاتك، وتكتبيها وتطلعيها بره وتبصي عليها كده وتسالي نفسك، هل اللي انا كتبته دوت هي فعلا نابعه من حقيقتي؟ ده نابع من حقيقتي ولا نابع من خوف جوايا؟ السؤال ده فيصل يا جماعه وجوهري. طيب، علشان نحسن علاقتنا بنفسنا ونبتدي نهدي شويه سرعه الصوت العالي قوي دوت اللي هو قاعد بينتقدنا طول الوقت، في تول مهمه جدا انا عملتها مع الكلاينت وفرقت معاها جامد قوي قوي، ان هي تبتدي تكتب انجازاتها اللي عملتها خلال الاسبوع بورقه وقلم، والصفات الحلوه اللي فيها. واللي بيحب الكتابه يكتب، اللي مش بيحب الكتابه بصي لنفسك في المرايه وقولي لها انت كنت شاطره عشان عملتي كذا النهارده، انت كنت شاطره عشان سالتي على فلانه النهارده، انت كنت شاطره عشان كنت مخلصه جدا في عملك وفي العياده الصبح، انت كنت شاطره علشان انت اهتميتي بصحتك النفسيه والتزمتي وخدتي السيشن الثيرابي بتاعتك علشان تطوري من نفسك وتفضي الحمل والعبء اللي جواكي، وكنت تعبانه في الشغل بس برضو واظبتي على الميعاد والتزمتي بيه ورحتي واتكلمتي وفرغتي مشاعرك وهكذا. فانت تعملي مع نفسك انك دايما تركزي على نقاط القوه اللي فيكي، ومش بس تقولي خلاص انا كتبتها مره واديني عارفاها. لا، انت لازم تستمري في الموضوع ده، يعني شبه يوم او يوم لا، او اتليست مره في الاسبوع. ليها مفعول يا جماعه السحر، انك تبصي لنفسك في المرايه وتتكلمي بصوت عالي مع نفسك، تقولي لها انت كنت شاطره عشان كذا، انت النهارده كنت متميزه عشان كذا. الحاله الاي كونتاكت مع نفسك اللي في المرايه، وانت بتقولي لها كمان افرميشنز وجمل كده فيها قوه وفيها جمال وفيها بهجه، انت بتبني علاقه حميميه حلوه قوي مع نفسك، وبتبني جسر كده فيه حب وانسجام مع نفسك، ليه متعه وليه مذاق مش هعرف اقولك هو عامل ازاي غير لما تجربيه. اتمنى تجربي التول ديت وتقولي لي الفيدباك بتاعك.